اليوم حتحبي فطيرة السبانخ أكتر وأكتر، لأنه طريقة اليوم جدا رائعة، طرية وهشة وحامضة. أحتاج حليب وسكر وخميرة، أتركهم يتفاعلوا 5 دقائق. أضيف عليه زيت الزيتون واللبن، سكر، حليب بودرة، دقيق، ملح، وأعجنهم مدة 10 ل 12 دقيقة، وأتركها تخمر مدة ساعة. عندي زيت زيتون وبصل أدبلهم على النار، أحط السماق والبابريكا، ملح وفلفل أسود، أطفي النار وأحط السبانخ المقطعة وأفركها كويس، وبعدين أحط عليها دبس الرمان. بدأت أقسم العجينة وبدأت أفردها بزيت الزيتون. حطيت عليها السبانخ، بعدين حطيت قطعة ثانية من العجينة، عجنتها على جنب أو فردتها على جنب وحطيتها عليها، قفلتها كويس، دهنتها بزيت زيتون نوعيته ممتازة، وديتها على الفرن. وتعالوا شوفوا التحميرة والطعم اللذيذ، يعني فعلا الطريقة والطعم جدا رائعين.